من الناس اللي بتسأل عن اللهم بارك الارانب. ااكل الارانب ايه؟ الارانب لما تيجي تشتريها، يعني مثلا انت هتشتريها من حد بتاع مزرعة، تمام، مثلا، او هتشتريها من واحد بتاع فراخ. انا عامة اشتريت زي ما قلت لكم، اشتريت من حد بتاع فراخ، من الناس اللي هم اللي بيبيعوا الفراخ في السوق دول، في المحلات. اشتريت من بيبيعوا ارانب بلدي، فاشتريت من عندهم الارانب، تمام. فانت هتشتري من مزرعة، تعرف النظام اللي المزرعة بتأكل بيه. هتشتري من الراجل بتاع الفراخ، تعرف الراجل بتاع الفراخ بيأكلهم ايه، بيأكلهم علف ولا بيأكلهم خضرة. انا حطوا دي على جنب لو سمحت. لو بيأكلهم خضرة عادي تأكل خضرة على طول، لكن لو قالك لا انا مش بأكل خضرة، ده انا بأكلهم علف وهم متعودين على العلف وما بحطش خضرة. يعني في ناس ما بتحطش خضرة مثلا خالص للأرانب، او بواجي بطاطس وبطاطا والحاجات اللي احنا بنعملها دي. يعني مثلا احنا ممكن نحط البطاطس، نحط بطاطا في موسم البطاطا، نرميلهم شوية جزر من اللي هو الحاجات اللي بتطلع من المطبخ. فهو لو الراجل اللي انت بتشتري من عنده او الناس اللي مربية في البيت اللي بتشتري من عندها مش عاملة النظام ده، ومأكلاهم مثلا معيشاهم على العلف، على تبنة، على دريس، على نخالة، ما ينفعش تروح تدي خضرة على طول، تمام. لازم الاول تدربهم شوية بشوية، تدي علف زي ما هو بيأكل علف، انت تأكل علف، تمام، وتعرف ايه هو نوع العلف اللي هو شغال بيه وتشتغل بيه برضو. بعد كده تبدأ بقى تخلي ايه، تدخل عليه الخضرة، علشان احنا بنربي يا شباب علشان نوفر. احنا بنشتغل على التربية علشان نوفر فلوس، مش علشان خاطر نكلف نفسنا. يعني انا لو هلاقي الطيور اللي انا بربيها هتكلفني وهتصرف عليا ومش هتجيب لي دخل، مش هتوفر لي في شراء اللحوم وبروتين، وتوفر لي ويبقى عندي بروتين في البيت وعندي بيض في البيت، وبعد كده يبقى عندي انتاج ارانب وفراخ وحاجات طالعه في البيت، ما اضطريش اشتري. يعني عندي بط انيم، ارجد البطايه على بيض فراخ، عندي وز، عندي ارانب، عندي حاجه زي كده. الاول بشتري، بعد كده بقى ابدا اعمل انا ايه، اخد تجوي من عندي، يبقى عندي تجاوي وعندي احلال وتبديل. الحاله اللي هلاقيها عينه وخلاص كده انتاجها وحش معايا، مش عينه مريضه، يعني انتاجها وحش، الحاله اللي مش هتثمر معايا وانتاجها وحش، ما خليهاش، اقلب على طول، يا تبيع يا تذبح، تمام. وخاصه ان احنا اللي بنربي ملناش في البيع كتير، اللي بنربي علشان البيت اكتر، يعني تربيتنا للبيت اكتر. اذبحيه وحطه في التلاجة عندك، تلاقي الحال مش جايبه معاكي انتاج وهتكلفك وهتتعبك. خلي سكينتك جاهزه خلاص، ما تقعديش تستني لا والله اصل هيصلح حالها، لا والله اصل هستنى شويه. لا، الحاجه اللي بتكلفك وبتضطر تاكليها علف كتير وبتصرفي عليها علف كتير وكده، ولقيتيها مش اللي هي مش جايبه معاكي انتاج، اقلبي على طول، بيعي يا تذبحي، تمام. ولو هتبيعي لحد تبيعيها يعني قولي له ان فيها مثلا عيب، يعني مثلا وزايه اتاخرت خالص في الموسم، ارنبه مش حنين على عيالها، ما بترضعش كويس، مش عارفه ايه، كل الحاجات دي ما تخليش. دلوقتي انا هعمل عزل ازاي؟ يعني ده مفنش، ده ما ينفعش يقعد مع اخواته، تمام. عندي كمان الاخ ده مفنش برضو، ما ينفعش يقعد مع اخواته. طب ليه؟ لان دخلت لقيت 2 ميتين، تمام. فالفانش ده مصاب، ده ما ينفعش يقعد مع ايه، الحياة السليمة. احنا هناخد المصاب، معلش احنا فصلنا النور بس عشان نعرف نركب لهم الحيطان، وهنرجع نفتح النور تاني، تمام. دول المصابين اهي، شوفوا نحطهم في العشه دي كده، تمام، الى ان يحين ميسره.
بصوا بسم الله ما شاء الله. هو انا تقريبا ريشت منهم عشان بيطلعوا يمسكوا لي الحيطان فوق البيت. كلهم حبه بس علف عشان العلف غالي. تمام والحكايه فل الفل. احط عليهم شويه شامي ونخلط ده كله كده في بعض. اها شويه علف على شويه شامي شويه فول مدشوش. انزل افتح النور يا انس. شويه فول مدشوش اي حاجه. تمام كل الحاجات دي تحطيها للطير ياكلها عادي مفيهاش حاجه لا حرج. ما عندكيش علف حطي شامي حطي فول حطي نخاله بس مكسوسه بشويه ميه. عندي مثلا انا هنا بصوا الميه بتاعت جليت بتاع سلق البطاطس. بص ميه مش مفيش حاجه بتتكب. الميه بتاع سلق البطاطس اهي مريش حاجه اهي. بصوا الميه اللي انا سلقه فيها البطاطس على شويه قهوه. باجي قهوه احطهم لي. يعني الناس اللي بتسال انا اكل ايه للارانب، ايه اللي اكله للارانب؟ لازم تديهم علفه عاديه. بصوا قشر بصل ده ياكلوا الارانب ياكلوا الوز. شويه خضره قشر بطاطس. بصوا هجرب لكم قشر بطاطس قشر بتنجان. تمام شويه خضره بواجي خد تنظيف الخضره قشر بصل وكسره عيش هيجرجطوها وياكلوها اي حاجه. كله ده الطير ياكله. ما تقوليش على حاجه لا او ما ترميش حاجه في الزباله. تعرف ان حتى قشر الفول السوداني حطيته بجيبه هنا لو عندي فول سوداني ومقشرين شويه فول سوداني. بصوا لو مقشرين شويه فول سوداني قشر الفول السوداني برضو ياكلوه عادي خالص. لا هاتها زي ما هي مربوطه. في بقى البرسيم احنا دلوقتي في الصيف بس الحمد لله لقيت ناس بتبيع برسيم حجازي. البرسيم هو بيقولوا عليه برسيم حجازي معرفش الكلام ده يعني صح كده ولا انا غلطانه. اللي ليه اسم تاني عنده يقول لي عليه. انا هنا اعرف ان اسمه برسيم حجازي اللي هو اللي بيبقى موجود صيف وشتاء. بصوا الارانب اي حاجه ما شاء الله الارانب تاكلها. اي حاجه حطيها للارانب تقطقط فيها. ورق الكرنب الحاجات اللي بتطلع من عميل المحشي يعني مش الورق السليم طبعا. كل حاجه الارنب ياكلها. مفيش حاجه الارانب ما بتاكلهاش. الناس اللي بتدخل تسال احنا ناكل ايه للارانب؟ هات الارانب من عند الرجل الاول واعرف هو بياكلها ايه وشويه شويه دربهم على اكل الخضره. شويه دخلهم الخضره بكميات قليله بس اهم حاجه ان الخضره بتاعتك ما تكونش منديه. يعني البرسيم ما يكونش عليه ندى عامه للطيور كلها. تمام للارانب عشان بيعمل لها انتفاخ فلازم تديهم علفه دافيه الاول. يعني ياكلوا شويه دشيشه شويه عيش شويه نخاله اي حاجه خشنه الاول ياكلوها على غيار الريق. بعد كده بقى تبدا تديهم ايه الحاجات الخضراء. بس والله المستعان ربنا يساعدنا ويساعدكم. والله يا المصاريف غليت والحياه غليت والاسعار زادت خالص بس كل واحد بيجتهد علشان يوفر في بيته. والله المستعان ربنا يوفقنا ويوفقكم ويوسع رزقنا ورزقكم ربنا باذن الله. الصدور قاعدين هنا كده لوحدهم. البقال الأقوى. بص على حته كلهم بيتخانقوا مع بعض.
خدها وجري. هم عمالين يدوروا عليه فين. هما بيتخانقوا على حته من الكرنب على فكره، اللي هي العصايه بتاعت الساق دي بتاعت الكرنبه. وبيحبوا الكرنب هم. ايوه، هو الخناقه دي كلها على ورق الكرنب، يعني هما مش بيتخانقوا على البرسيم. ان هما يعتبروا ما اكلوش برسيم حجازي، دي اول مره. اللي هو البرسيم اللي بيبقى صيف وشتا ده اول مره ياكلوه، لكن الكرنب حابينه خالص. بصوا معركه. الموت بقى مش همه معرف ولا مش معرف، جود ولا مش جود، جزئية ولا مش جزئية، ملك ولا مش ملك، المهم ناكل. شفت ده اللي شايفها من هناك وجاي؟ ايه انت تاكل وقعدكم كرنب وتقولي ان انا باكل حتة كم علف. دي انا خلاص ما تجدوش نفسكم بالمصاريف. اديهم كرنب وهم هيتصرفوا. يعني الواحد ما يجهدش نفسه، مش تحت ما فيش خلاص، لازم ما فيش علف.